تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صلى عليه صارت دموع العاشقين تسيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. حقا لو كانت الدنيا تدوم لآلهة لكان رسول الله محمد حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. ايها الجمع الطيب الكريم، بعد توقف الارسال عدنا اليكم مرة اخرى من هذا المكان واحييكم بتحية الاسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله وهي السلام. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم ويتبواكم من الجنة منزلا. من هذا الرحاب الطيب العامل بذكر الله وفي ليلة من ليالي شهر شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا يا ربنا شهر رمضان. في ليلة تكريم الراحل الكريم رحمة الله عليه الغالي لنا جميعا، الذي رحل من دنيا الناس الى رب الناس، الذي شهد له الجميع انه كان طيب الخلق وعفيف اللسان وبشيش الوجه رحمة الله عليه. مرحوم الحاج موسى احمد سالم سوار كان يحترم الصغير قبل الكبير ويحترم الفقير قبل الغني، واذا مات ابن ادم قطع عمله من ثلاث: صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اللهم اغفر له وارحمه وعافني واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد وكلنا وخطايا كما نقي الثوب الابيض من الناس. اللهم شفع فيه القران وشفع فيه الصيام وشفع فيه الصلاه والسجود والقيام يا رب العالمين. اللهم اننا قد دعوناك كما امرتنا فاستجب يا ربنا دعاءنا كما وعدتنا. وجينا مشرفين عموم الاسر الكريمه والعائله الكريمه لعموم عائلات صغار بخير بالرجال الجديده مركز منيه المصرف ومحافظه البطاليه. تتقدم الاسر الكريمه والعائله الكريمه عامه وخاصه اصحاب الواجب في كل مكان: الحاج موسى احمد سالم، استاذ رضا موسى احمد سالم، وجد المهندس محمد موسى، استاذ عمرو موسى، استاذ احمد موسى، استاذ خالد موسى سالم، قانون عموم عائلات الكرداوي بميزانية عاصم، عم الاستاذ محمد ابراهيم سالم، استاذ سيد ابراهيم سالم،
استاذ عبد ابراهيم سالم، استاذ خالد ابراهيم سالم، عموم الاسره الكريمه والعائله الكريمه، وجينا لهنا بدعوه كريمه من صاحب الواجب في كل مكان، اخي وحبيبي الاستاذ احمد فؤاد، يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير الى كل من اتى الى هنا ليؤدي واجب العزاء ويحضر معنا في هذه الليله القرانيه علما من اعلام اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي وفخر قراء محافظه البغاليه، استاذ الوفد الابتداء والتلوين البغالي، والقارئ الذي كلما سمعتموه يقرا حسبتموه يخشى الله، سبيل الجامعه السعيده جامعه سيدنا مولانا الشيخ سيد سعيد شفاه الله وعافاه، وقارئ قناه المديح الفضائيه فضيله القارئ الحاج يوسف الدين، قارئ والمقيم بمركز ومدينه تلميذ بمحافظه البغاليه، يا مصر قومي واسمعي القران فان الليالي بالليل الجديده مع يوسف الدين تزلزل الوداد، وكان رايت جبريل من فوق السماوات العلى ينادي يا امه محمد هيا لسماع القران جدد الولايه مع القران الكريم وذلك العالم الزعيم فضيله القارئ الحاج يوسف الدين فليتفضل مشكورا منا ماجورا من المولى عز وجل فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
حنيفا وما كان من المشركين وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بسم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين شاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه
وهداه إلى صراط مستقيم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله وإن واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن عاقبتم
ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم
السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع وآتينا موسى الكتاب وجعلناه ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة
وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. عشنا وتعايشنا مع ذلكم العلم الزعيم القارئ وابن القارئ العلم وابن العلم المدرس بالازهر الشريف وسرير الجماعه السعيده جامعه سيدنا مولانا الشيخ سيد سعيد شفاه الله وعافاه فضيله القارئ الحاج يوسف الدين القارئ والمقيم بمركز ومدينه تونس ومحافظه الرقابيه. نقرأ حضراتكم الهندسه الصوتيه ومحاضرات الصوت العالميه كبرى مخازن الفراشه والخيام المكيفه المتنقله عبر الرؤيه مصر العربيه نظافه ومهاره وذكورا اداره الحاج كمال محمد واخيه محمد مقيمين بالرمال الجديده مركز ومدينه بنيه النصر. واجب الضيافه وعملاق بفهات مصر اداره الدولي خالد والي وقسم الخمسه مركز سميه امين بمحافظه الرقابيه. وقام تصوير هذه الليله عبر الشاشه الانترنت والبث المباشر. بص على طلع التصوير التلفزيوني والمقيم بمدينه الجماليه. تقدم الاسره الكريمه والعائله الكريمه عموم عائلات صغار بالرمال الجديده. يتقدم صاحب الواجب في كل مكان حاج موسى احمد سالم استاذ رضا موسى احمد سالم وكيل المهندس محمد موسى استاذ عمرو موسى استاذ احمد موسى استاذ خالد موسى وعم الاستاذ محمد ابراهيم سالم استاذ سيد ابراهيم سالم استاذ عبد ابراهيم سالم استاذ خالد ابراهيم سالم. وجينا لهنا بدعوه كريمه من صاحب الواجب في كل مكان اخي وحبيبنا الاستاذ احمد فؤاد. وتقدمت بخالص الشكر والتقدير الى كل القيادات الشعبيه والقيادات التنفيذيه الساده النواب الساده عمر الفرح المشاوره. شكرا لحضراتكم جميعا والبقاء والدوام لله وحده. من هنا انقطع الارسال عن هذا المكان على امل القاكم على طول بعد صلاه العشاء. محمد الجمال من اسره المذيعين في القنوات الفضائيه اترككم في رعايه الله وامنه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.